السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل بطاطس باللحمة. دي اللحمة بتاعتنا ودي البطاطس اهيت ودلوقتي معانا بصل شرايح اهو، وبصل تقطيع ناعم، بس ولا ناعم اوي ولا خشن اوي اهو. ومعانا الصلصة بتاعتنا اللي هي الطماطم طبعا. يلا تعالوا يلا نعمل سوا صينية بطاطس باللحمة. دلوقتي يا حبايبي احنا حطينا المحشرة بتاعتنا على النار. ماشي، هنقوم حاطين معلقتين سمنة بلدي او زيت بالطريقة دي كده. ماشي، وتقوم بقى ايه وبعد ما يتقدح نقوم حاطين ايه اللحمة بتاعتنا نشوحها برشة فلفل اسمر. حبايبي السمنة بتاعتنا اتقدحت، نقوم اهي نقشر اللحمة كده. بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله هتبقى احسن صينية بطاطس باللحمة في الفرن. كده معايا حتة دهنة عشان الزيادة بتاعتها، نشوحها كده وهدي النار عليها. معلش بقى مش عارفة اصور كويس عشان انا طبعا انا لوحدي. نجيب البصل بتاعنا دلوقتي اهي، البصل بتاعنا اهو احنا مقطعينه سوا مقطعاه، ونقوم جايبين بقى ايه الخلطة بتاعتي اللي هي الفلفل الاسمر والورق اللوري والحبهان، عاملاها خلطة مع بعض كده عاملاها خلطة مع بعض مع فلفل اسمر مع ورق لوري مع حبهان، عاملاها خلطة في الكب بتاعتنا. دلوقتي اهي هرش كده. بسم الله ما شاء الله، بجد قبل ما احط اصلا الصلصة ولا البطاطس ريحتها حلوة. نسيبها بقى مع نفسها تتشوح مع نفسها 10 دقايق، وبعد كده نقوم حاطين البطاطس، وبعد البطاطس نقوم حاطين يعني ايه نحط برضو في البطاطس ونسيبها 10 دقايق. مش هنحط الطماطم دلوقتي احنا هنغطيها ونسيبها 10 دقايق مع بعض. دلوقتي يا حبايبي عدى ال10 دقايق، هنحط البطاطس بتاعتنا. انا مقطعه البطاطس حتت تخينه علشان تستوي مع اللحم. ماشي، تقطعها الحتت تخينه كده علشان تستوي ايه مع اللحمه. لو ما قطعتهاش حتت تخينه كده وقطعتها زي بطاطس تقليه عاديه مش هتستوي. هي هتستوى وتتهرى واللحمه تكونش لسه استوت. عشان نعمل بطاطس بتقليه باللحمه في الفرن لازم نقطع البطاطسات تخينه. تيجي يلا نحطها سوا في اللحمه بتاعتنا. دلوقتي عدى 10 دقايق اهو، زرت شربتها اهي. نقوم حاطين بقى البطاطس بالطريقه ديت ونسيبها برضك 10 دقايق بتشرب شربتها معاها مع نفسها، وتبقى برضك نفسها حلو وطعمها حلو. وتغسلي يا جماعه حبايبي، اغسلوا اللحمه كويس بخل وليمون. انتوا شطفتها اهوت، تقوموا سايبينها بخل بليمون 5 دقايق ما تلاقيش ريحه زفر خالص اهي كده ايه. اهي هنسيبها بقى نغطيها برضو، كنت سيبها 10 دقايق وتيجي نشوف بعدين نحط بقى ايه الصلصه بتاعتها. قبل ما نغطيها هنرش بقى ايه فلفل اسمر مع نفسها كده 10 دقايق. نقوم رشين دلوقتي رشه فلفل اسمر دلوقتي اهي رشه فلفل اسمر معلقه صغيره. نقوم بقى سايبينها مع نفسها 10 دقايق ونيجي بعدين نحط الصلصه سوا. دلوقتي يا حبايبي البطاطس سيبناها 10 دقايق مع اللحمه. دلوقتي هنحط الصلصه بتاعتها، يلا نيجي نحطها سوا. بسم الله ما شاء الله، بجد النفس حلو اوي، ريحته يعني الريحه تحفه. دلوقتي الصلصه بتاعتها اهي بسم الله ما شاء الله، بسم الله تعرفي هنا يا رب. وبعدين نحط بقى ايه البصل بتاعنا اللي هو ايه
البصل بتاعنا اللي هو الشرايح على الوش كده، تعالى نحطه سوا. البصل بتاعنا هو الشرايح، قبل ما نحطه نرش عليه رشة فلفل اسمر كده، ونقوم عاملينه كده مع بعض عشان يبقى ايه كله ايه زي بعضه. يلا نيجي نحطه سوا. بسم الله ما شاء الله. البصل بتاعنا اهو، بجد طعمها تحفة، جربوها ومش هتخسروا حاجة. دلوقتي حطينا البصل بتاعنا اللي هو الشرايح، بردك رشة فلفل اسمر. دلوقتي هنرش رشة فلفل اسمر ورشة ملح ابيض، رشة واحدة ملح ابيض اللي هي المعلقة بتاعت ايه، معلقة صغيرة. مش هنكتر ملح علشان كل ما بتغلى بتحدق. دلوقتي هنسيبها مع بعض تغلي غلوتين وبعدين نحطها في الفرن بتاعنا، فرن الغاز بتاعنا. دلوقتي يا حبايبي سيبناهم مع بعضها اهيت، اهي خدت غلوتين اهي. مزودتهاش ميه ومش هزودها ميه مع نفسها، هي اللحمه بتعمل شوربه زي شوربتها. دلوقتي هنحطها بقى في الفرن نكمل التسويه بتاعتها في الفرن يلا جينا نحطها في الفرن سوا. دلوقتي يا حبايبي استوت اهيت، هنحمرها بقى. بسم الله ما شاء الله ريحتها تحفه جدا، وبعد ما نحمرها نوريكم التحمير باذن الله. حبايب قلبي طلعت من الفرن بسم الله ما شاء الله بعد ما اتحمرت. يلا تعالوا بقى نحضر الصينيه بتاعتنا سوا كده بتاعت العشاء. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي الصينيه بتاعتنا بتاعت العشاء اهي، لحمه حمرا في البطاطس في الفرن والشيبس اهو. بسم الله ما شاء الله الصينيه بتاعتنا اهي. بألف هنا يا رب. متنسوش تدعمونا وتعملوا الاشتراك وتفعلوا الجرس يا حبيب قلبي، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. والسلام عليكم.